مش مجرد غلطة وهتتصلح. إسراء اللي عندها 20 سنة من منية النصر، مركز منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية. اتخطبت 20 يوم واتجوزت 27 يوم. من أول يوم جواز وليلة الدخلة اللي أي بنت بتكون خايفة وعندها رهبة من الجواز، وده طبيعي جدا، والطبيعي إن الزوج أو العريس يحاول يطمئن العروسة. لأ، عريسها ضربها وقطع عليها فستانها، وتفاصيل كتير جدا هنعرفها من إسراء ومن والدتها. مش بس كده، ده إسراء كمان طليقها أو العريس بدأ لما هي خلاص يعني أهلها قالوا لا استوب لحد كده، بدأ يختار صور شبيهة بيها وتكون يعني صور مش كويسة عريانة وينشرها على الفيسبوك على أساس إن هي إسراء. هنعرف التفاصيل الكتير جدا، ولازم كل أم وأب بيشوف اللايف ده ياخدوا العظة ويتعلموا من أخطاء غيرهم، وربنا يسترها علينا جميعا. ازيك يا إسراء، عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى يا إسراء، ايه اللي حصل؟ يعني احكي لنا كده من اول ما انت اتخطبتي لجوزك ده او طليقك. هو شاب كان عادي، يعني انا ما كنتش اعرفه خالص. هو جه اتقدم لي وكانت جوازه عاديه خالص، لا كنت اعرفه ولا هو كان يعرفني. هو حاول ان هو يتكلم معايا مره واثنين وثلاثه، بس انا طبعا كنت برفض. فجيت انا اتجوزته. لما انا اتخطبت له الاول وبعد كده اتجوزته. قعدنا 20 يوم خطوبه، كانت مده الخطوبه 20 يوم. جيت انا اتجوزته، كانت جوازه عاديه خالص بفستان وقاعه وكل حاجه. وطبعا لما رحنا الشقه خلى اهلي واقفين قدام الباب بتاع الشقه، وقام رازع الباب في وشهم وقام داخل ورايا. فانا حبيت ان انا اعدي الليله، وحبيت ان انا ما اعكننش على نفسي في يوم زي ده، لان طبعا في يوم زي ده كل واحده بتبقى بتتمنى ان هي تعيش لحظه حلوه في اليوم ده وبس. المهم عديت الليله وما عكننتش على نفسي، وطبعا دخلنا، والمفروض ان انا كنت متفقه معاه ان انا لسه صغيره، وان انت لازم تطمني، وان انت لازم يعني تعرفني الصح من الغلط، انا مش عارفه اي حاجه. فالمفروض دخلنا لقيته بقى يعني اثر الشرب بان على وشه وعلى جسمه، ولقيته بقى اللي هو عاوز بقى اللي هو يتعافى عليا وكده بعنف، يعني بطريقه عنف وانت لسه اول يوم. أيوة، انا خفت، انا طبعا خفت وقعدت اعيط، قلت له انت مش تيجي جنبي وانت كده، وقام ضربني بفص الخاتم في مناخيري، خلاني نزفت دم. ولقيته بقى بدأ يشتم فيا ويسب فيا، انت اكيد ما انتش بنت. معلش علي صوتك شويه يا إسراء بعد قاعد يسب فيا وقاعد يقول لي انت اكيد ما انتش بنت، وبدل انت خايفه كده يبقى انت اكيد ما انتش بنت. قلت له طب لما انا مش بنت انا اتجوزتك ليه؟ صح. يعني انا داخله اضحك على نفسي. طب خلاص لما انا مش بنت وانت متاكد ان انا مش بنت روحني، مش هعرك، انا هعر اهلي. قال لي لا انت ما هتطلع من هنا. لقيته بقى بدا يمد ايده عليا، لان طبعا جاي بالغصب، وانا خفت وقعدت اصوت. قطع عليا هدومي ونزل اهله عليا يوم الدخله يوم الفرح، وقطع الفستان عليا وقطع الكشمايول اللي تحت الفستان، وخلاني زي ما مامتي جابتني، ونزل اهله عليا شافوني وانا كده باباه عريانه وانا سايحه في دمي كده. نزل باباه واخته ومامته، قعدوا بقى يطمنوا فيا. حاولت ان انا اهدي نفسي واجيب التليفون علشان اكلم حد من اهلي يجي ينقذني. مرضاش، اخد مني التليفونات وخباها. تمام. قال لي انت مش هتطلعي من هنا. المهم جينا، مامته يعني باباه عدى الليله معاه وخلاص، وعدينا الليله، بس طبعا كل ده كان بالعنف وبالضرب. وضربني ضرب مجرح يعني. ضرب جامد، وقطع لي شفتي هنا، يعني انا شفتي هنا مقطوعه. وضلفه الدولاب وقعت على دماغي، خلتني اغمى عليا، خلاص فقدت الوعي. وكل حاجه برضو كانت بالعنف برضو وبالضرب. فالمهم جينا تاني يوم، جيت انا قلت لماما على اللي حصل. ماما حاولت ان هي تاخدني، مرضاش. قالت لي خلاص، بس انا برضو ما حكيتلاش ان هو ضربني ولا الكلام ده، لان انا ما كنتش قادره من الصدمه، ما كنتش عارفه انطق. جت مامتي حاولت بقى تتكلم معايا في الثلاث 4 ايام اللي هم اول 4 ايام بتوع الفرح. شفتها في الصباحيه حاله اعياء شديد، يعني ما قدرتيش اهلك ما قدروش يوصلوا ليكي؟ ما قدروش يوصلوا لاي حاجه. وهو طبعا برضو كان عنده رأي شديد ان انا ما اطلعش بره البيت.
ما تتعالجش بره البيت، انا اجيب لها الدكتور لحد عندها، هي ما تطلعش بره البيت. بالظبط. طب ما طبيعي مامتك هتيجي يوم الصباحيه. جيت وشفتها لقيتها مش دي اللي كانت بترقص امبارح في الفرح، مش دي اللي الاموره اللي ما بطلتش رقص، مش دي اسراء بنتي، لقيتها في حاله اعياء، وشها اصفر، شعرها متقطع كله، الدنيا متبهدله، وكانت امي واخته مش راضيين ينزلونا اشوفها لان البنت كانت متجوزه تحت وهم فوق. ده هي لسه نايمه، ده طول الليل صاحيه وبيهربوا مني، مش عايزين ينزلوني بنت اشوفها ما اشوفش بنت، عشان ما اشوفش وضعها اللي هي فيه. فانا لما خشيت شفت البنت، انا قمت راجعه ماشيه وجت لها اخر النهار. نيجي نوقف البنت ما تقفش على رجليها، نوقف البنت ما تقفش، والصفار عليها بقى ومش قادره، لا اكلت ولا شربت، وطول الليل بضرب فيها وبعذب فيها. المهم عليه ان احنا نروح لدكتوره نشوه اللي في البلد، نشوه ابو العمايم، ورحنا عندها وكشفت عليا وقالت لي انت عشان انت عروسه لسه بقالك اسبوع فما ينفعش ان انا احولك تعملي منظار في المنصوره، انا هديلك علاج وده هيوقفك على رجلك شويه، بس ابعدي عن اي علاقه زوجيه حاليا وخليكي قاعده عند اهلك، ولا دخانه ولا اتعامل معاكي يومها بعنف وانت لسه عروسه. وطبعا بقى كان بيشربني عصير وانا ما اعرفش ايه السر في العصير يعني. كان على طول يجيب لي العصير ده ويجيني يشربوني. فقالت لي طيب انت كنت بتشتكي من اي حاجه قبل الجواز؟ ده استني، ده بقى العصير ده بعد الاولانيين، بعد ما هو اتعامل معاكي بعنف اول ليله وخلاص. والمفروض ان الدكتوره هو ما يعملش علاقه معاكي، فبدا ان يديك عصير عشان ما تصوتش وتعيط. رحت للدكتوره قالت لي انا مش هينفع، وجابت لي كتبت لي محاليل كتير وكتبت لي على حقن منع النزيف وكده عشان ما انزفش، لان انا كنت بنزف كنت بموت حرفيا. المهم جه قال لها وهي تقعد عند اهلها ليه وانا ما جيش جنبها ليه؟ انت مش دكتوره نساء، انت مش دكتوره نساء عشان تكلميني بالطريقه دي، انت مالكيش دعوه، انت مش اخصائيه اجتماعيه عشان تحكمي عليا، دي مراتي وانا اعمل اللي انا عايزه. فطبعا الدكتوره نشوه خدت اجراء ان هي هتكتب فيه محضر، طبعا اخته مشت الموضوع وخلاص هو بيشرب ومش عارف ايه والكلام ده، وخلاص مشينا الموضوع، وقال لي انت خلاص ما عادش هتروحي للدكتوره دي تاني خالص. فضلت بقى قاعده عنده، ماما تجيني يتعاملها بطريقه سيئه جدا، مش عاوز اي حد يجيني، مش عاوز اي حد يزورني، بابايا يجيني يعامله بطريقه سيئه برضو. انت يا اسراء طول ال20 يوم يعني اصلا الغلط في ال20 يوم الخطوبه. ايوه ما ينفعش بنتنا تتخطب 20 يوم. هي غلطه، وكل الناس قالوا الناس دي مش تبعكم ولا الواد ده شبه بنتك. ما اكتشفتيش حاجه طول 20 يوم دول؟ لا انا كنت بجهز في نفسي، هو كمان كان بيجهز في نفسه، وهو كمان هو كان عاوز الفرح بدري على طول عشان ما نكتشفش. هو عنده توك توك وكان شغال صنايعي رخام، وده اللي انا كنت عارفاه عنه ان هو سواق توك توك وصنايعي رخام جنب بيتهم على طول. هو مامتك قالت هو كويس واحنا نعرفه لما احسن من اللي ما نعرفوش ونجوز. انا ما ان هو مسجل يا استاذه غير لما انا ضربني كنت رايحه اشوف بنت خطفها انا بعديها انا رحت كشفت عند محمد حسام العجرودي اللي هو الدكتور، حولني على المستشفى اقعد اسبوع هناك. لازم تتحجز، حالتها صعبه جدا والدم ده لو ما وقفش هتموت. المهم انا اتحجزت في المستشفى وقعدت اسبوع، وكنت انا بدات ابقى كويسه شويه. بعديها بقى لقيته هو جه جنبي من المستشفى، بدا اقرار على نفسه ان هو هيتكلف بكل حاجه، هيتكلف بحالتي، وهو هيوديني الدكتور خصوصي بره، وخدني من المستشفى ووداني على البيت. ماما بقى لما جت ورايا شتمها وضربها وقطع هدومها عليها وقال لها انت ما تيجي هنا خالص، وبدا بقى يجيب التليفون بتاعي يطلع الشريحه منه يكسرها. طب انت بتعمل كده ليه كده؟ انت ما عادش هتعرفي اي حد من اهلك نهائي، بنت امك بنت كذا تاخدك تحجزك وتبعدك عني وراح تفضحيني في المستشفى، لان بتوع المستشفى طبعا قالوا لي انت كنت بتتعالجي من المعده، كان في حاجه في المعده قبل ما تتجوزي. طب وري لها الفرح بتاعك. قلت لهم لا انا عمري ما اشتكيت في لاي حاجه في المعده خالص، ولا عمري اتعالجت في حاجه. كان بيديكي مخدر علشان يعمل معاكي علاقه وانت متجوزه؟ يعني يديكي العصير فتبداي تفقدي الوعي ويعمل معاكي العلاقه الزوجيه. يعني زي ما يكون مش مراته اصلا حلاله. يعني كنت برجع دم في صدره، انا كنت برجع دم في صدره وهو ما فيش رحمه. انا كان بيبقى متعلق لي المحاليل وهو معايا. انت وصل بيكي الامر يعني 27 يوم، خلال ال 27 يوم دول شفت اللي محدش شافه، لدرجه وصل بيكي الامر ان انت طبعا فكرتي ان انت تنتحري. طبعا انا حاولت ان انا انتحر كتير قوي. بعديها بقى لما انا جيت وبدا بقى بابايا يجيلي يرفع لي السلاح ويحط المطوه على رقبته ويقول له مالكش بنات هنا. مامتي تجيني يضربها ويقطع الخمار عليها وزقها على النيش كله النيش بتاعي كله اتكسر. والله العظيم انا طلعت من البيت على ايديا ورجليا. مامته جت تحوش عن مامتي ضربها هو كمان. ان انت متاثره وانت بتحكي يا اسراء.
بتتعبي نفسنا ما تفتكري؟ اكيد محدش تعب قد في الجوازه دي. يعني كل واحده عاوزه تعيش حياتها مستقره وتعيش مع راجل يصونها ويحافظ عليها. لا هو ما عملش معايا كده. بدل ما تقضي شهر العسل قضيته في المستشفى في المحلات. بعديها جت ماما، انا كلمت ماما لقيته بقى بدا يلتجئ للشيوخ وياخدني للشيوخ. وانت معمول لك عمل ومامتك عامله لك عمل، لا ده مرات اخوك عامله لك عمل، لا ده مين عامل لك عمل، وبدا يشككني في كل اللي حواليا. خدها وحبسها في الشقه بقى. بعديها بقى انا جيت لقيت اخته هي اللي ادتني التليفون، قالت لي كلمي مامتك كلميها، لان هو كان منع عني اي حاجه. كانوا صعبانين على انا كنت يعني صعبانه انت على صعبتي على اخته، حاولوا ان هم ينقذوكي ومامته. بابا كان بيرن على ماما يقول لها تعالي خدي بنتك بتموت، يا حبيبي خدي اي اجراء، احنا مش عارفين نطلع. يعني ان هم حاولوا ان كده وقفوا ضدنا وجوزوه وبهدلونا. بس كل ده كان من وراه طبعا. انا كلمت مامتي من تليفون مامته وقلت لها يا ماما تعالي الحقيني. جابت لي الحكومه وقامت جايه، راحت قالت للحكومه البنت تعبانه وبتموت وبتنزف دم والولد مش عاوز يعالجها خالص. جت لي الحكومه، طبعا مامته وبابا نزلوا، قاموا قايلين، لان طبعا الولد كان معايا جوه، قاموا قايلين لا هي في المنصوره، هي عند خالته في المنصوره، كانوا بيتفسحوا وبايتين هناك. فطبعا الحكومه ما كانش معاها اذن بامر فسخ الباب، فما حدش عارف يجيبني وانا ما قدرتش اصوت. يعني مامتك لما حبسك في الشقه ما قدرتش توصل لك، عايزه تنقذك، بلغت المباحث. بعديها اخدني تاني يوم الصبح. انا لا حول لي ولا قوه، انا لا عارفه اصرخ ولا عارفه اتكلم، انا واحده برجع دم وبنزف من كل ناحيه وكنت خلاص. المهم خدني قعدني في منشيه متعاصب عند اخته رهام، قعدنا هناك 4 ايام. وبعد ال4 ايام لما جيت كلمت ماما تاني من واحده كانت ماشيه من الشارع راحت درس، هو كان شافها ايام الخطوبه، وهو اللي قال لي تعالي شوفي البنت دي صاحبتي معديه من قدام البيت. فطلعت قلت لها تعالي يا ندى اقعدي معايا، انا عاوزاكي ضروري. طب هوريكي الشقه، لان هو كان واقف، وهو ساعتها كان بيلم لي في شنطي عشان يهربني عند واحد اسمه ابو ميدو في طنطا. ولما سالنا على ابو ميدو ده طلع تاجر مخدرات، كان عاوز ياخدك في مكان ما حدش يعرفك فيه عشان يقول لمامتي ده هي سابتني ومشت، مثلا ما بتتعالجش، ما اعرفش عنها حاجه، عشان يقول انا ما اعرفش حاجه ويجي يبلغ المباحث مثلا ان هي طفشت. مامتك بتجيب لي الحكومه وعايزه تحبسني. طيب انا شوفي بقى انا هعمل لك فيها ايه، بس انت تبقي تحت ايدي برضه. طب قدرتي تتخلصي بعديها بقى؟ ما هو بعديها، ما ساعتها وهو بيرن على ابو ميدو بتاع طنطا ده، وكان بيجهز لي الشنط عشان يمشيني. انا رنيت على مرات اخويا، ومرات اخويا نزلت لماما قالت لها بنتك هتمشي، ولو مشت ما عادش حد هيعرف لها مكان. جابت لي الحكومه وجم جالي بوكسين ويجي 15 امين شرطه خدوني. وبعديها لما خدوني انا قعدت اعمل بقى تقارير طبيه وكتبت المحضر بتاعي، وهو قعد 4 ايام وطلع. حصل الطلاق الحمد لله. طلقتها للضرر. طلقتيها؟ طلقتها للضرر. انت والدتها؟ انا مامتها. اكبر غلطه غلطتيها في الجوازه دي؟ اكبر غلطه غلطتها والله. انا عايزه الناس كلها تتعلم من اللي حصل لنا. 4 سنين وانا دايخه في المحاكم. هو راح اتجوز وخلف جوز عيال وداخل طالع السجن عادي، تجاره بودره وسلاح وقرف. ايه موضوع الصور؟ ايه موضوع الصور يا اسراء؟ الصور ده لما ما شاء الله يعني الحمد لله، يعني جميله، ربنا يحميكي يا رب. يخليكي يا رب. لا هو لما انا ما رضيتش ارجع له قال لي يعني انت مش هترجعي هتجوز. لقيته بقى بعديها اسمع ان مدخل بنات عنده في الشقه وبيعمل كل المحرمات في الشقه وعلى عزالي، الاقيهم لابسين لبسي ومنزل صوره هو وهي على الايميل. وانا خلاص انا كتبت كتابي وغزني، واشوفهم في الشارع وهم معاه في التوك توك ولابسين لبسي وحاجات. احنا خدنا البنت كده كان يسحب عليا نفسه واقعد اعيط، كان يقابلني في الشارع بالسلاح يجري ورايا ومفيش حد قادر يقول له انت بتعمل ايه. جرى وراها بالسلاح في الشارع، هي جرى ورايا وهددني. ازاي مش صورك انت؟ الصور العاريه دي مش بتاعتك انت، شبيهه ليك. وكان يقول ان انا اباحيه. ايوه كان يقول ان انا لان البنات فيها شبه مني، يعني الحواجب العيون كده. دي لون عينك انت الاصلي يا اسراء ما شاء الله، عشان ما حدش يقول انت لابسه لبس. هو بقى كان بيجيب الحاجات الشبيهه ليا دي، وامشي في البلد ما كنتش عارفه امشي في البلد من كتر ما الناس تقعد تقول لي ده انت صورك بقمصان النوم معايا، ده انت مش عارف ايه والكلام ده. فضحني في البلد بمعنى الكلمه. ويمشي يسوق في سمعتي يقول ده هي كانت جايه لي حامل 6 شهور. طب لما انا جايه له حامل 6 شهور فين الطفل؟ البيبي فين؟ طب هو فين؟ طب لما انا جايلك حامل 6 شهور قعدتيني 27 يوم معاك ليه؟ ما روحتنيش من اول يوم ليه؟
اكتشفت ده بعد 27 يوم، ده انا طالعه منك بالعافيه. بدأ يشوه في سمعته. ايوه عشان ما رضاش ترجع له تاني. بدا يشوه في وراح سمعتي. اتجوز واحده من البجلات بنت مش مظبوط، الله يسهل عبيده. وقعد بقى اتجوز وخلف دلوقتي. عفشك ما اخدتهوش؟ ما اخدتش اي حاجه، انا طالعه بالهدوم اللي عليا، انا طالعه بالهدوم اللي عليا، ومن ساعتها ما عادش دخلت المركز 4 تاني. سنين اهوت ما عادش والله. دخلت البيت تاني. 27 يوم جحيم. والله ما شفتش يوم حلو معاه. الموت بعناية عشان اقسم بالله انا بقيت انام على البلاط في المستشفيات، جبتها من المنصوره وانا جايه. ليه بقى حاولت ان هي تتخلص من حياتها علشان انا جايباها من عندهم. ده ايه ده اسراء؟ اثار الانتحار؟ انا جايباها من عندهم يا استاذه، كانت مش شايله اخوها، خش جابها لفها كده في ملايه وحطها في البوكس معاه عشان ما يقولوش ايه ده سرقوا حاجتي. وطلعنا لا شفنا هدومها ولا شفنا عدلها ولا فرحت بحاجتها ولا فتحت طبق ولا شربت في كوبايه. كل الحاجات ديت امه خدتها يا استاذه، سرقوا كل حاجتنا وخدوا هدومها وخدوا كل حاجتنا. بتقولي ايه؟ حرفيا بعمل حمام على نفسي، وعندي نزيف، وكنت محتاجه اتخيط، وكان عندي تهتك في كل حاجه، تهتك في الرحم، كنت انا بعمل حمام على نفسي، ما كنتش بحس باي حاجه. كنت انسانه يعتبر ميته بمعنى الكلمه. ما كنتش اصلا باكل ولا بشرب غير زبادي ولبن عشان كل الحاجات دي تطلع من جسمي. لما تعافيت بقى ما سابنيش في حالي برضه. مأساة كبيرة قوي. اقسم بالله اقسم بالله ما فرحتش. اسوأ جوازه دي ما كانتش جوازه، دي كانت جنازه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي ابوه وفي امه، حسبي الله ونعم الوكيل. كل شويه انت عارفه يا استاذه انا جوزي مريض عنده سكر وضغط وبقاله سنه بيتعالج من اللي حصل لبنته. راح اتبلى علينا ابو الولد وقال ده جوزي ضربني. جوزي عنده 72 سنه، قال ده ضربني وجاب لي جوزي شهر سجن ولابني شهر سجن، لانه فتح قهوه وكله بيقعد عنده بيجاملوا يا استاذه، وعمل في جوزي محضر وجاب له شهر سجن. طب انا جوزي راجل كبير انتوا ناس بسيطه يا ام اسراء، انتوا ناس بسيطه. ايوه جدا، على قد حالنا وكل حاجه الحمد لله. يعني انا اولادي أيوة. مالناش ظهر. عندي جوز اخواتي الاثنين ما لهمش في المشاكل خالص، ما لهمش في المشاكل، ولا لهم مثلا ان هو يعملوا زيه او يمشوا بسلاح، ولا لهم في اي حاجه. لا الواد الصغير كان مصاب في الجيش وعامل عمليه في رجله وساكن. من ساعتها بقى الولد يدخل السجن ويطلع يوح عليا ناس، عاوز يرمي على وشي ميه نار. طب ليه؟ طب انا اذيتك في ايه؟ ده انت اذيتني، انت اللي اذيتني، انت اللي جيت عليا، انت اللي خدت حاجتي، انت اللي سرقت حاجتي، انت اللي سوقت في سمعتي، انت اللي خلتني ما بعرفش ان انا امشي في الشارع زي الناس، مش عارفه اطلع ولا عارفه اعيش حياتي ولا حتى عارفه اتجوز. انت اتجوزت وعشت حياتك وانا مش عارفه اتجوز لحد دلوقتي. ما عنديش كوبايه. ودلوقتي بابايا صارف اتجوز على عفشك. انا بصي، انا خدت عليه كل الاحكام النهائيه، وانا بابايا راجل كبير وعلى قد حاله، وبصي يعني صرف كل اللي وراه واللي قدامه عليا، على المحاميين وعلى العزال وعلى المحاكم وكل حاجه. هيعمل ايه تاني؟ بتطالبي بايه يا اسراء؟ انا بطالب بحاجتي. انا بنتكم، انا بنت منة النصر. انا عايزه اشوف اللي يقف جنبي، عايزه اللي يساعدني، عايزه اللي يجيب لي حاجتي. انا اخدت كل الاحكام النهائيه عليه، وكل ما حد يروح يقعد مع رماح ابو الولد، لان الولد حاليا في السجن واخد 4 سنين وسنه في القايمه بتاعتي. دلوقتي كل ما حد يروح يقعد مع رماح صبري ابو حسين اللي هو ابو الولد، يقعد يقول لهم ده البنت بيها والبنت عليها، ويسوق في سمعتي بابشع الكلام. طب ليه؟ طب انا عملت فيك ايه؟ ده انت عندك عياده، انت عندك بنات ربنا هيردوها لك في بناتك. ده انا بنت، ده انا عملت فيكوا ايه؟ انا واحده من الناس. 21 سنه يعني لسه صغيره. انا واحده من الناس. انا كنت بقول ان انت كنت بتدافع عني. انت عندك كام سنه؟ 17 سنه. صغيره. هنا بنقول بقى احنا بنستعجل على بناتنا علشان نقول ايه بالبلد كده، نسطرهم عشان نطمن عليهم، لكن دي اكبر غلطه. انت عارفه يا استاذه هي غلطه، بس دلنا وناس محترمين وعندهم دين وضمير يقولوا دي بنت واتظلمت وجوزناها ابننا فاشل ومسجل، نديلها حاجتها بقى قبل ما نجوزه ويخلف جوز عيال، نديلها حاجتها عشان الظلم حرام. ياخدوا حاجتنا 4 سنين ليه؟ ربنا رزقها بزوج كويس. ياخدوا حاجتنا 4 سنين ليه يا استاذ؟ انا تخت. انا اسأت الاختيار. كنت 17 سنه مش فاهمه حاجه. اكيد اسأت. انا دلوقتي بقى يعني انا دلوقتي مين هيقبل اصلا يتجوزني بشنطه هدومي؟ لو حد قبل يتجوزني بشنطه هدومي هيبقى ابشع من اللي قبله. ابشع من وانا مش هرضى على نفسي. اصبحتي خايفه يا اسراء؟ اكيد. وما عادش عندي ثقه في اي مخلوق. بقيت خايفه وبقيت رافضه. انا رافضه الجواز لحد دلوقتي، بقى لي 4 سنين قاعده في بيت اهلي. 4 سنين شفت فيهم بصي العكننه والحزن وكل حاجه. يعني انا لما بفكر كده ان واحده تتجوز، معنى ان واحده تتجوز عشان تعيش حياه كريمه زي اي واحده او زي اي زوج وزوجه كويسين مع بعض، انا بتحسر على حالي، بتحسر ان ازاي حصل معايا كده. بتتقهري يا اسراء لما والله تروحي فرح؟ بتقهر طبعا.
بتقهر وبشوف يعني اما بشوف الناس الكويسه. ربنا الحمد هيجيب لله. لك حقك ان شاء الله، ربنا هيجيب لك حقك ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله. ربنا هيجيب لك راجع حقك باذن الله يا والله. اسراء ان شاء الله باذن الله. حابه تقولي ايه تاني يا اسراء؟ انا عاوزه حقي، انا عاوزه حقي، عاوزه حسبي حقي، الله ونعم الوكيل. عاوزه فيه. حقي وحسبي الله ونعم الوكيل وكل ظالم. رمحكوا في ابنه وفي مراته حسبي يا الله رب، ونعم مش الوكيل. فيهم يوم. شفتش منهم يوم حلو كل اللي والله، عملوه فينا يتردوا لا من اهله ولا من الولد. حابه تقولي ايه؟ حابه اقول حسبي الله ونعم الوكيل في رمحه وفي مراته وفي ابنه، واللي عملوه في بنتي يترد في عز مالهم، يترد في بناتهم، عندها بنتين يترد لهم فيهم يا رب. يعني متابعينا الكرام، دي إسراء البنت اللي عمرها حاليا 21 سنة، اتجوزت وهي 17 سنة، اتخطبت 20 يوم وعاشت مع زوجها 27 يوم. هما في العادي 27 يوم، لكن في الحقيقة أصعب من 27 سنة اللي شافتهم في خلال ال27 يوم من أول يوم زواج. وبيبدأ زي أي بنت بتتجوز، والمفروض العريس بيدلع عروسته ويحسسها بالأمان، لأنها بطبيعتها بنت وخايفة و17 سنة صغيرة، لكن اتعدى عليها بالضرب وبدأ يسبها وقطع عليها الفستان، وفي الآخر ينزلها عريانة قدام أهله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هنا بنقول خدوا بالكم من بناتكم، اسألوا كويس قبل الجواز، لأن غلطة